نشوف مع بعض نشوف التقرير. التقرير. اتفضل. علاقتي بالكابتن شوبير بدأت يعني تزيد بالظبط بعد حادثة بورسعيد. كابتن أحمد شوبير قيمة إعلامية كبيرة جدا، كابتن النادي الأهلي، لاعب منتخب مصر ومن أعظم الحراس اللي جم في تاريخ الكرة المصرية. إعلاميا يعتبر يعني لو نقدر نقول عليه أفضل إعلامي رياضي موجود في مصر يمكن في الوطن العربي. لكن الكابتن أحمد شوبير أنا يعني باخد عليه بعض الأمور اللي أرى إن هي يعني ممكن تكون زعلت ناس كتيرة جدا منه، من ضمنها اتهامه لبعض الصحفيين بتقاضي رشاوي أثناء البطولة العربية التي أقيمت في مصر في عام 2007، شخصنته لبعض الأمور واستغلاله لبرامجه يعني أو برنامجه اللي كان يقام على أحد القنوات الفضائية في الهجوم على أشخاص أو تصفية حسابات مع بعض الأشخاص اللي في بينه وبينهم مشاكل، زي مرتضى منصور، زي سمير زاهر، زي بعض النقاد الرياضيين اللي هاجموا الكابتن شوبير، والكابتن شوبير رد عليهم الهجوم. كابتن احمد شوبير طبعا وفي موقف يعني احزن جميع المصريين واحزن كتير من الجماهير المصريه، نزوله الارض الملعب في دبي وموافقته على استلام هو وباقي اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره في الوقت ده، استلام علبه بيها زي ما اتقال وقتها ان بيها $1,000,000 او $1,000,000 وات يعني المبلغ اللي محطوط بصفه عضو مجلس اداره اثناء تكريم المنتخب في الامارات بعد حصوله على بطوله الامم الافريقيه. مهاجمته لاحد اصدقائه في المهنه ومحاوله التعدي عليه بالضرب في المخرج محمد نصر في احد استوديوهات مودرن والتعدي عليه بالسباب. حاولت الكابتن احمد شوبير اقناع الراي العام انه ليس له علاقه بالحزب الوطني، وكان مظلوم من الحزب الوطني وكان بيحارب من الحزب الوطني، وانه كان احد الثوار واللي كانوا مؤيدين لثوره ال25 من يناير. وده طبعا كلام مش صحيح. جميعنا يعلم ان الكابتن احمد شوبير كان احد اعضاء الحزب الوطني وكان بيمثل الحزب الوطني في البرلمان. مهاجمته لكل الصحفيين الذين يعملون في مجال التخصصي في مجال الالتراس وتغطيه حركات الالتراس، ومهاجمته في احد برامجه وتصريحه في تساؤل باستهجان وقلب النص كده الصحفي اللي شغال في مجال الالتراس ده درس الالتراس فين. فانا برضو بوجه يعني الرد للكابتن احمد شوبير بالنسبه للاعلام اللي حضرتك بتمارسه من سنين، حضرتك درسته فين؟ احب اقول لك يا شوبير يعني يا ريت تتسم بالحياديه وعدم فرض الوصايه على جميع مشاهدينك ان هم يختاروا مرشح ما او يختاروا احد من الاشخاص في اي انتخابات، وشفنا ده ظاهر للعيان في الانتخابات الرئاسيه الاخيره والمنافسه الشديده في الاعاده بين الرئيس السابق محمد مرسي والدكتور احمد شفيق، ومحاوله الكابتن احمد شوبير من خلال برنامجه ان هو يعني يفرض وصايته على المشاهدين ان هم يختاروا مرشح بعينه. فيا ريت يا كابتن شوبير يعني نقول ان عصر الوصايه او عصر فرض الوصايه على المشاهدين ده يا ريت يكون انتهى، وان حضرتك تتسم بالحياديه وتخلي يعني تتسم زي ما بيقولوا بميثاق الشرف الاعلامي. اهلا يا كابتن. طيب بس هم كتير قوي، ها فعشان ما انساش حاجه انا احب ارد على كل جمله. لا طبعا انا كنت عضو مجلس شعب وبرلمان عن الحزب الوطني، وكنت عضو محترم جدا، وكنت عضو مؤثر جدا، وكنت عضو خدمي جدا لمدينتي دايرتي طنطا، وكنت عضو ذو صوت مسموع ومؤثر داخل البرلمان، وهذا امر يسعدني. وعمري في حياتي ما قلت ان انا ما كنتش عضو مجلس شعب عن الحزب الوطني خالص، عمري ما قلتها، بل ان الكل تسابق ساعتها للاستقاله والقصه دي، وانا ما كانتش القصه بالنسبه لي يعني كنت من زمان خلاص موضوع الانتخابات بالنسبه لي انتهى والقصه انتهت بالنسبه لي، ما نفتش ده. انه حد بيحط لي صوره مع جمال مبارك، على فكره دي اللي بيتكلم ده وزملائه كانوا بيجروا، مش قصدي على فكره مش تقليل منه يعني، عشان يسلموا على جمال مبارك. فانه ممكن الصوره دي تلاقيها كمان في العزاء بتاع ابويا مثلا، او في اجتماع من اجتماعات الامانه في الحزب الوطني، وده شيء على فكره يشرفني، ما يعني ما يقللش مني شيء على الاطلاق. انه انا حضرتك سالتيني انت نزلت في التحرير، قلت لك ما نزلتش خالص. مظبوط، يعني قبل حضرتك ما نزلتش خالص في التحرير 25 يناير، لكنه انا كنت واضح وقوي وصريح من 1 فبراير ل 11 فبراير لما تنحى او الرئيس مبارك ساب الحكم للمجلس العسكري. كنت واضح جدا في 12 حلقه او 11 حلقه معمولين بقوه، يعني ما اعتقدش انه في حد في المجال الرياضي عمل زي ده بوضوح شديد جدا، يعني ما تبقى قصه خلصانه. لما سالتيني كنت بتاخد حاجات شخصيه ساعات في البرنامج، قلت لك قبل ما هو يجي قلت لك يمكن من اخطائي انه كان احيانا، بس مش بالشكل ده على فكره، لانه كمان انا الحقيقه بتخض من النقاد. يعني ايه؟
عندنا عدد من النقاد يقول لك يمسكك مثلا يهاجمك ويشتمك انا اسف يعني يعمل فيك اللي ما يتعمل يعني. ولما ترد بكلمه لك ازاي ترد؟ الله يا اخي وانت على راسك ريشه وانا يعني الله انت ليك جرنانك او عشان كده بطلت اقرا جرايد يعني. قصه برضو سبحان الله كاني كنت عارف اللي هيتقال وانا على يدك ما اعرفش حاجه تاني. وانا مش انت مش على راسك ريشه، انت زيك زيي. وانا لما اشوفك وبتكتب كلام كله كذب لازم ارد عليه، ولازم اقول لك ان انت قلت الكلام ده كله كلام لا اساس له من الصحه. سمير زاهر لا انا هو سمير زاهر نفسه ربنا يشفيه ويعافيه يعلم تماما انا اللي جبته رئيس اتحاد كوره، ده بوضوح شديد جدا. انا ساندته في الانتخابات بدل المره مرتين، جبته رئيس اتحاد كوره، اتحاد كره القدم المصري. سمير زاهر قدمني للمحاكمه، فكان من حقي ان انا ادافع عنه وبقوه، ادافع عن نفسي وبقوه وبعنف، لانه دي خلاص مساله. وانا برضو سبحان الله قلت لك اكتر حاجه المتني كان موضوع الجزائر برضو كاني، لانه انا الحمد لله ما عنديش حاجه اللي انا اقدر اخبيها. الحياديه لا، الحياديه في بعض الاوقات مش مطلوبه، لما تكون مصلحه وطن الحياديه مش مطلوبه. وانا قلت لك انا كان موقفي واضح، انا شايف ان الاخوان ما ينفعوش ان هم يحكموا، ومع ذلك مش مرسي سقط ومشي وخلاص والقصه انتهت، ومع ذلك في انتخابات الرئاسه حاولت بقدر الامكان ان اكون محايد. كان باين عليا ان انا كنت ضد مرسي، كان باين عليا، وقلت بعد الانتخابات انا حتى قلت لهم مش هقول لكم انتخبت مين الا لما الانتخابات خلصت. لما الانتخابات خلصت والدكتور شفيق صيت قلت لهم انا كنت مع الدكتور شفيق واديت صوتي للدكتور احمد شفيق، وكان نفسي واديت في الجوله الاولى لعمرو موسى، وكان نفسي حمدين صباحي ينجح يبقى رئيس مصر، انه كان زميلي في مجلس الشعب، بس انا كنت شايف ان عمرو موسى راجل ايمج وراجل قوي وراجل يقود الدوله في الوقت ده، راجل دبلوماسي. لما ما نجحش قلت خلاص يبقى احمد شفيق، رغم انه قلبي جواه كده بيقول حمدين صباحي برضه بوضوح شديد من غير لف ولا دوران. لكنه حضرتك انا في برنامج وبتجيلي اتصالات تليفونيه، كل واحد بيقول شفيق شفيق شفيق، 10 بيقولوا شفيق، واحد بيقول مرسي، ما يقول. انا مش مانع الاتصالات الهاتفيه، ولو جت التليفونات 100 لده والعكس انا مش هقول لا، لكن جوايا هوايا طبعا كنت اتمنى انه كنت ضد الدكتور مرسي، ضد مرسي كنت يعني انا مثلا دلوقتي حضرتك تقولي لي ايه لو الدكتور شفيق رشح نفسه اقول لك مش هنتخبه، وعايز وجه جديد، عايز حد جديد يكون موجود لمصر في الوقت ده، الا اذا اضطررنا بقى تبقى حاجه تانية. ما اعرفش هو قال ايه تاني. الالتراس قال لك على الالتراس وقال على دبي. دبي لانه ده موضوع مهم قوي، انه دبي انا نزلت خدت علبه، حضرتك بيسلم عليك اتفضل اهلا وسهلا، خدنا علبه والله العظيم انا خدت العلبه دي طلعت رميتها في المدرجات، انا ما اعرفش فيها ايه خالص، ما اعرفش فيها ايه خالص. حتى واحد صاحبنا كده هناك قال لي يا عم العلبه دي قيمه فخدها. انت ما اخدتش العلبه؟ لا اخدتها في الملعب تحت، احنا نادوا علينا واحد واحد فسلموا فادونا كل واحد علبه ما نعرفش فيها ايه. فطلعنا روحنا الفندق، بس عيب لما يقول $1,000,000 والكلام الفارغ ده يعني. لانه هذا المبلغ العلبه كان فيها ايه بقى يا كابتن؟ كان فيها فلوس. بس هذا المبلغ اللي موجود ده اضربيه بقى في 4، رحت على طول عامل بيه مركز غسيل كلوي في طنطا 8 وحدات من فضل الله، مركز قعدت فرش من جديد مركز العنايه المركزه في مستشفى الجامعه في طنطا، عملت وحده الاطفال المبتسرين، وبعدين رحت قعدنا من جديد الحمد لله بناء مستشفى الهلال في 4 أضعاف هذا المبلغ. هو عارف ان انا الحمد لله لا محتاج فلوس ولا باخد فلوس من حد ولا كلام، عشان كده الناس ما بتعرفش تتكلم معايا في نقطه الماديات ونقطه الفلوس يعني. فدي قصه محسومه ومنتهيه ومحدش كده. بس تعرف في مصر ايه، الجنيه يبقى 10 وال10 يبقوا 1000 وال1000 يبقوا مليون. دي طبيعتنا في مصر. الالترا سكول لكن ما كانوش $1,000,000. لا 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 ولا مليون جنيه. لا 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 هو عارف كمان مبلغ شكله ايه. حاجه كمان المهمه الالتراس انت ده كل مصر دلوقتي ماشيه ورايا بعد ما مصر كلها كانت ضدي. هو نفسه ابو علي ده انت الالتراس في وقت من الاوقات يا كابتن جم حاولوا يدوروا عليك مش كده في المدينه؟ طبعا امال ايه؟ لا مش حاولوا يدوروا عليا، ده اقتحموا المدينه ودخلوا المدينه وقال لك شوبير ما يشتغلش. وكان عندي من الشجاعه ما يكفي ان انا اطلع تاني يوم وهاجمهم، رغم ان القناه قالت دي سلميه سلميتي اللي داخل استوديو وخبط على الاستوديو ومنع المذيع انه يشتغل ومنع المذيع الثاني بالليل انه يشتغل. سلميه ايه وهباب ايه وايه الخوف وايه الجبن ده؟ وطلع مدير القناه في 3 قنوات قال كده. هل تعلمي يا ايمان انه انا اول واحد في مصر عمل محضر لمحمد مرسي؟ في اليوم ده رحت اسم الهرم موجود، المحضر موجود. عملت محضر في الدكتور مرسي رئيس الجمهوريه، عملت محضر في كل المسؤولين، عملت محضر في مدينه الانتاج الاعلامي. ثالث يوم رحت. وما لقيتش يا كابتن تعمل محضر الدكتور مرسي؟ انا طلعت على الهواء مع خالد صالح. طلعت على الهواء مع خالد صلاح في اليوم السابع. لدرجه خالد حتى اتخض، قال لي ضد الدكتور مرسي. قلت له على الهواء انا عملت محضر ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه. محدش قال ده خالص. وبعدين صممت ان اروح النيابه، ورحت النيابه، حتى وكيل النيابه كان لطيف كده وشاب صغير وقعد يقول لي انا عارفك، وقال لي يا كابتن بلاش يعني عشان نمشي المحضر بلاش مرسي. قلت له لا مرسي. قال لي قلت له لا مرسي.
انا اللي رحت وانا اللي عملت ده. ولما الولاد لقوني كده فاتخضوا ان انا بهذه الجرأه وهذه الشجاعه. مصر كلها النهارده مش بتشتكي من موضوع الالتراس. مصر كلها دلوقتي بعد ما كانت كلها ضد دلوقتي مش كلها بتأيدني، بتقول ان شوبير الوحيد اللي اتكلم صح. انت الوحيد اللي كنت شايف الالتراس بشكل طبعًا مختلف عن طبعًا الناس. طبعا التراس ماله ومال السياسه. ما تخليك حضرتك تشجع كوره وروح واعمل افراحك ولياليك الملاح في الملعب. لكن النهارده تنزل لي شارع جامعه الدول، وتنزل لي قدام الزيتون، وتنزل لي في مدينه نصر، وتنزل لي قدام الاتحاديه، والناس لسه خايفه لحد دلوقتي من 4000 5000 واحد. لا ده امر غير مقبول، وهظل على موقفي مش هيتغير. انا هم كلهم مخضوضين مني لان الوحيد اللي ما غيرش موقفه، ومش هغير موقفي لان موقفي وضع. قلت لك انا طيب جدا ومتسامح جدا، لكن في امور دماغي بتتصلب يعني ما ينفعش ان انا اغيرها. دي امور واضحه جدا لازم اكون واضح فيها، ولازم اكون حاد جدا 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 فيها اذا اردت ان الناس يحترموني. ما اعرفش في اتهامات ثانيه ولا لا عشان لا ارد بس عليها. قول لي شايف رئيس مصر اللي جاي ممكن يبقى مين؟ او تتمناه مين؟ احمد شوبير يتمنى رئيس مصر اللي جاي. هقول لك اجابه صادمه، انا مش عايز الفريق السيسي يبقى رئيس مصر. ليه؟ لانه بقى جاد فازر، بقى الاب الروحي بتاعنا، بقى الظهر بتاعنا لما تحصل لنا ازمه نروح نحتمي بيه جميعا يعني. فوجهه نظري ان هو ارتقى الى زمان. كنت ازعل اقول لك الزعيم مش عارف مين والزعيم مش عارف. ما فيش حاجه اسمها زعامه يعني. يوم جمال عبد الناصر ما فيش زعامه، حتى السادات اللي انا بعشقه ما فيش حاجه اسمها زعامه. هو الزعيم كان جمال عبد الناصر، تحبيه تكرهيه الزعيم كان جمال عبد الناصر. فالسيسي هو او الوحيد اللي اقترب من قصه الزعامه، فانا احب انه يبقى زعيم. لكنه ما فيش ما يمنع انه يكون عندي احد او رئيس كان عسكريا بس قريب، مش من البعاد. لازم كلامي يكون مفهوم يعني. يكون قريب يعني قريب موجود في الخدمه دلوقتي، يقلع البدله ويبقى، بس ما يكونش الفريق السيسي الحقيقه. ممكن نكون محتاجين امن، ممكن نكون محتاجين صرامه، محتاجين شده. ده اللي بتمناه. لكنه ممكن يكون حمدين صباحي. انا الحقيقه بحب حمدين. حمدين صاحبي وشخص نقي جدا، طاهر جدا، ابيض من جوه بياض اللبن الحليب ده بجد مش بهزار. مش محتاج على فكره حمدين، مش محتاج منصب او حمدين بيحب مصر بجد يعني. برضه تختلفي معاه تتفقي معاه، لكن لو في حد شخص عسكري خلع البدله قريب اليومين دول ونزل ما يكونش الفريق السيسي ممكن ايده. طب هنروح لفاصل يلا، واخر فقره بعد كده معانا الصور. ماشي، نروح لفاصل ونرجع مره ثانيه مع كابتن مصر الكابتن احمد شوبير اللي منورنا النهارده في اختيار.